صور تفجير لحظة وقوعه لم تنقله وسائل الإعلام التقليدية بعد منع قوات الأمن العراقية الفرق الصحفية من التغطية. الصور انتشرت أسوة بهجمات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. مدونون وآخرون يطلق عليهم المواطنون الصحفيون أو الصحفيون الجدد أصبحوا في كثير من الأحيان مصدرا للصورة وللمعلومة في تغطية الأحداث الأمنية. في بعض الأحيان مفيدة، لكن في بعض الأحيان قد تكون مخالفة حتى للمعايير المهنية الدولية، الدماء، القتل، الأطفال. ما بين نقابة الصحفيين العراقيين ووسائل الإعلام تختلف الرؤى بشأن جواز اعتماد الصور المنقولة عن المدونين. هذه الصحافة لا تمتلك حارس للبوابة، وإنما تعتمد على نقل الحقيقة كما هي بدون رتوش، بدون إجراء أي مونتاج عليها. بعض ملتقطي هذه الصور بدأ يستخدم أساليب جديدة في نشر صور التفجيرات والأحداث الأمنية في محاولة للتأثير في المتلقي. كثيرة هي المواقف التي منعت فيها الأجهزة الأمنية العراقية وسائل الإعلام التقليدية من تغطية حدث ما، كأن يكون هذا الحدث تغطية تفجير بسيارة مفخخة أو تغطية تظاهرة مناوئة للحكومة، إلا أن المدونين غالبا ما كانوا يجدون طريقة لإيصال المعلومة إلى مواقع التواصل الاجتماعي كيوتيوب، فيسبوك وتويتر، حتى وإن كانت هذه المعلومة مثارا للجدل لدى العراقيين. يوسف الحسيني، سكاي نيوز عربية، بغداد.